نادر جدا في مصر حاليا، والعلم مفيش منه في اسكندريه غير عندي. يا جماعه عامل ايه؟ معاكم عبد او ديونك عبد. بما ان انا خلاص ده اخر يوم في السنه فقررت اجي الكليه واسال زمايلي عملت ايه في السنه دي ونوزع عليهم هدايا. تعال اول حاجه، اسمك ايه؟ ميريام. ايوه. عشان اقول لك التعامل معاك ايه؟ بأمانة يعني كانت حلوة، ما كنتش متوقعة تمشي كده. يعني في طبعا مفاجآت غير سارة في النص، بس عامة بأمانة الكلية حلوة، يعني الدكاترة حلوين والدنيا حلوة. حلو. يعني جريت بسرعه قوي، انت ما حسيتش بيها اصلا، فاهمني؟ والله يعني كانت لخبطه شويه، ان الواحد لسه بيكتشف مكانه هنا، هو عايز ايه من الكليه، يتعود على النظام الوضع في المكان. طب مثلا ايه اكتر حاجه كانت مخوفاكي في اول السنه اول ما دخلتي، بعدين لما دخلت الكليه شويه لقيت الدنيا احسن ألذ، او حاجه ما كنتش خايفه منها لقيتيها؟ هو أنا يعني كنت خايفة من إن احنا نشتغل عملي، واحنا ما بنشتغلش عملي، ما تمام يعني. كنت خايفة من الدم والكلام ده يعني. تمام، اللي هو دم وكده. مثلا هشتغل قدام بقى ان شاء الله. والله يعني الواحد كان متوقع ان الدنيا هتبقى قافله شويه، عشان يعني العدد قليل والمكان بعيد في الكليه، ويعني ما كنتش متوقع ان يبقى في مجالات كتير، او الواحد ممكن يتعلم حاجه اكتر من اللي كان في المنهج يعني. اكتر ماده حاسه نفسك حباها في الكليه؟ أكتر مادة أناتومي وفسيولوجي الحلوين يعني. اشمعنى؟ الاناتومي كنت بقى يعني عندي خلفيه عنده من قبل كده، كنت بصراحه بحب الفكره نفسها، فكره ان انت تدرس التفاصيل ديت، فتمام يعني حاجه. فسيولوجي. اشمعنى؟ والله يعني حاجه ظريفه، الواحد بيتعلم يعني الميكانيزم بتاعت الحاجات اللي شغاله جوه، مش لازم الاعضاء نفسها، الانتراكشنز بتاعت الحاجات كده يعني. يعني انا حبيت الهيستولوجي. كرهت ايه مش عارفه، يعني على حسب، لو هي صعبه فهكرهها، يعني ملهاش حاجه يعني. نيكست. الفسيولوجي بصراحة ألذ مادة، وأكتر مادة ممكن أكون كرهتها البيهيفير. اكتر ماده ما اسمحلكيش. كمل. اكتر ماده مش حباها الهيستولوجي، واكتر ماده حباها الاناتومي والبيهيفير. بيبي وانا حلو. ما حبيتش اي حاجه الحقيقه. خلاص ده بس اكتر ماده كنت بكرهها كانت البايوكيمستري يعني. اتفق وبشده. تمام. طب دلوقتي في سؤال سالته للطلبه اول السنه، ايه التخصص اللي انت شايف نفسك ممكن تكمل فيه قدام؟ فهم كانوا لسه في اول السنه، دلوقتي في اخر السنه، شايفه ايه الرد دلوقتي؟ يعني بقى انا لسه محتاره تخصصات كتير الصراحه في كليتنا يعني، بس ممكن يعني خيول ماشي كوين عامه، وممكن فود سيفتي لسه ما اعرفش. ايه النصيحه اللي تحبي تقوليها لفيت 50 الدفعه الجايه؟ ما يبصمجوش مبدئيا، البصمجه دي بتودي في ده. حصل البصمجه دي بتودي في داهيه، وانا اكبر مثال قدامك. افهموا كويس وذاكروا كويس عشان ربنا يوفقكم. اهربوا ما تجوش لا قولي حاجه كويسه، احنا كده بنهرب الناس مننا. بص يعني انا بالنسبه لي عادي تقبلوا الموضوع، وهم عايزين يتاقلموا الموضوع يعني مع المكان بسرعه، ما يبقوش اللي هم بقى ايه مقفلين واحنا دخلنا بيطري ومش عارف ايه وكمان في ابيس. لا عادي تاقلموا الموضوع بسرعه عادي، يعني الموضوع مش وحش، بل بالعكس هيبقى حلو لما تعرفوا على الناس كمان بسرعه. ايه احلى حاجه في ابيس بقى؟ ما كل واحد يقول يا جماعه، انا مش كل واحد يقول حاجه. يلا. احلى حاجه في ابيس صحابها، يعني الشله دي. انا شايفه ان احنا بعيد عن كل المجمع والناس كلها، فده احسن لنا يعني بصراحه. انا ده رايي برضو، مجمع عربيات كتيره ودخانه وقرف وبتاع، هنا في الطبيعه. لا بس هنا مفيش أكل، يعني إحنا عايزين بتاع شاورما بتاع بلبن، يعني أي حاجة ناكلها. عصير قصب. خلاص يبقى دلوقتي اديهم طلبه جماهيريه ان احنا عايزين اكل السنه الجايه. عايزين اكل وقصب. قصب؟ ماشي. عايزين هنفتح عربيه قصب هنا ان شاء الله. واحد يجي كده. ليه؟ بتقول سماش برجر. وسماش برجر كمان. تمام، بنوجه للعميد رساله، احنا عايزين سماش برجر وقصب. سندوتشات شاورما اكسترا مايونيز اكسترا تشيز. فود كورت. بالظبط كده. بما انكم دكاتره بقى. يلا، تعرفوا ايه بقى على الهامسترات؟ إن هو بيتشرح. ايوه بص، ده الانطباع بتاع الفار. فور صغير. تعرفوا ايه على الهامسترات؟ مش عارفه. بص انا عارف ان هو، عارف انت البتاع اللي بيقعد يلف فيها ديت، العجله. ايوه بيقعد يلف بتاع كده وبيتزل قوي، هو دي اللي انا عارفاها. هعرفك على الحاجات اللي هنا. النوع ده اسمه هامستر سوري. تمام، ده حجمه لما بيكبر. دي مثلا عندها 5 شهور، لو اقل 3-4 شهور كده. ده اخر حجم بيوصل لها. دول عيالها عندهم 21 يوم. وده بقى الحاجه النادره اللي قلت عليها على الجروب، ده الهامستر دوارف ريشن هامستر، او الهامستر راس القزم يعني، معلش هو كده. فالمهم يعني ده نادر جدا في مصر حاليا،
والعيال ما فيش منه في اسكندريه غير عندي. الافرج بتاع العمر بتاعهم 3 سنين ونص. اكتر همسه سجل عمر عاش قد ايه؟ 4 سنين. يا بخت. دلوقتي بقى يا بخت، ما هوش خبيث. المهم ده بينتج عند 45 يوم، اتولد النهارده بعد 45 يوم يقدر ينتج. دلوقتي فقط بقى اختاروا حاجه، كل واحد اختار نبات. لا بقى عرفنا عليه. طيب ماشي، دلوقتي انا سيبني بقى من بيطري، انا مهندس زراعه. ده ورد عادي تمام، ملوش ريحه، لون بس. ده لافندر، ريحه لون كل حاجه حلوه تمام. روزماري عشان الطبخ بقى وبتاع، طلعوا الشمس عشان اللي الشعر. قدام. ده نعناع وده ريحان. ده روزماري، هاخد روزماري. ماشي، احنا ناخدها من معانا واحده لافندر، روزماري. شكلها طبخها مهره بقى. حاطه على شعر. نعناع. ماشي، هختار الورد عادي. اعملي شاي. بنعيد نفس الكلام يا جماعه على فكره عشان التصوير واقف. حلو لافندر. لافندر خلاص ماشي، شكرا ليك. هات روزماري. شكرا. عفوا، انا كنت قلت المره اللي فاتت ملوش طعم ولا لون ولا ريحه. لون بس.